حد يفهمني ازاي يا جدعان سندوتش برجر مع سندوتش فرايد تشيكن مع واحده كولا ب 80 جنيه؟ اللي هو احنا في سنه كام انا مش عارف. فلو الحاجه دي يا جدعان عجبتنا هنقول على اسم المكان في اخر الفيديو. ويعني مبدئيا يا جدعان اخصم 15 جنيه من ثمن الوجبه، فاحنا كده معانا سندوتشين ب 65 جنيه. في طبق يعني في حاجه، وفي طبق تاني في حاجه تانيه، بس هنا في اسم المطعم فاحنا ايه هنخبيه. لا ما تهزروش، ده سندوتش معاه بطاطس كمان، والبطاطس كمان عليها جبنه. ده اول حاجه ظهرت لي. عيش طازه ونضيف جدا، مليان صوصات الصراحه، ويعني في قطعه برجر محترمه، لكن من تحت برضه هو غرقان صوصات. انا مش فاهم والله ازاي التسعير ده لحد دلوقتي. تعالوا نجرب البطاطس، وهي الصراحه مش في احسن حالاتها قوي، بس حلو صوص الجبنه اللي عليها. غالبا البرجر اللي جوه ده برجر شركات، بس احنا يعني مش طماعين. يعني ده السندوتش كده واقف علينا تقريبا ب 30 جنيه. العيش طازه جدا، الصوصات اللي مستخدمينها حلوه قوي بالنسبه لسعره، فهو خطير. يلا بينا على السندوتش اللي بعده. يلعب جامده قوي دبل دير الجديده دي. يلا بينا بقى نخش على السندوتش اللي تشيكن، وانا مش عارف ليه في باكينج مختلفه ما بين الاثنين. والله الناس دي كلمه قوي يا جدعان. يعني ده جاي معاه بطاطس برده، بس واضح ان سندوتش التشيكن حجمه اصغر شويه. يعني ده عيش الكايزر العادي من الفرن اللي قد ودني، موجود في القلب بتاعه قطعه ده برجر فراخ برده غالبا شركات، مع كاتشب وبيكلز والحاجات دي كلها. وجبه خفيفه رخيصه نضيفه، ودي اهم حاجه. فالصراحه شايف المكان حقق المعادله الصعبه، فهو يستحق اللي احنا نقول على اسمه. والمطعم ده انا فاكره زمان كان اسمه همهم، تمام، غير اسمه بقى اسمه وزير الاكل همهم، وحاطط قبل اسمه ماركت، فانا مش عارف هو عباره عن ايه عامه. بس يعني هو في المنظره دي الارقام بتاعته. والعرض ده يا جدعان اسمه عرض الصحاب.